لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني نوصته هشت لوانا كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان بس رزامن دي رب العالمين وهي وادار مئوي أزيستودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. والله خوش بسنا وكل أنا رابط لخدمة دوات بيروز دابوي خوي قد فرمي ببير تامبي لبيش ساو تامبي كاتي كوا داواي غوث ويارمتيتان لپروردگارتان کرد إثر الله سبحانه وتعالى ولا ميدانوو فرموي أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وكوا خوي قولوا عدي بيدان 1000 ملائكة لدواي يكتري يارمتيتان ددن. بليتر هل تفسير وآتا وكل تفسير قاسمي أو حديثاني ناتو لو أنا أو حديثي كوا إمام بخاري ناتو ابن عباس خوا يقول خوي باب رازبي دفن بيان صلى الله عليه وسلم فرموي روجي بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. كاتكاتي كوا خوا يقول وعدي بيدان كوا 1000 ملائكة ب1000 ملائكة بار بشتيام كوكو لو أني راوج باس ما كرت ب1000 بآلاف بو قراءات شاتية يتلا ضمني أو أنا بقيادة شيء أو ملائكتين كاتبون جبريل عليه الصلاة والسلام وكو بيان صلى الله عليه وسلم طبعا يكل خصوصية كان بيان صلى الله عليه وسلم ديارة جبريل دبيني دي فرموها أو جبريل هاتي آخذ برأس فرسه ودستي بلغاوي أسبكي قرتيا عليه أداة الحرب وشمتشي زنقو روبون وشي لبرا وجبريل هات سبحان الله. لحديث إيش كوا إمام بخاري وابن ماجه روايات كذي رافعي كوري خديج دجرته تفرمي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل هات لا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ما تعدون أهل بدر فيكم أنقول أنا أخوتان وكو بشر أهل بدر تحسابت شان لو دكان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي قال خيارنا أهل بدر تاكترين مانا. فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة بهمان شيء أو ملائكتان كوا باش داربون لقلتان لبدر لناو إيمش تاكترين مانا. زشميد الله تدل الآية على أن الملك يجوز أن يتشبه بالآدمي. طلعوا آتب القيل سرويكوا ذكري ملائكات خواهي قربين تسر شكل آدمي ولا يخرج من كونه ملكا. هل ملائكتش مرام دي تسر شكل آدمي. زمخشري دلي لسديد جاريتوا بآلاف من الملائكة بو قراءك وقتمان بآلاف من الملائكة بو قراءة تشهد ب1000 ملائكة خواهي قرب باربشتان دكا تفن ليوافق ما في سورة آل عمران. تقول سورة آل عمران باز ل3000 و5000 كليرش باز ل1000 دكا كواتا أو قراءة دفرمي بآلاف الملائكة من الملائكة موافقة لقل أو قراءة كالسورة آل عمران هاتية كواتا لسيو بينزي باز كالج دي 1000 فعلا دلي موافقة. فإن قلت فبما يعتذر لمن قرأ على التوحيد أدي باشا أدي ويكوا ب1000 من الملائكة بو قراءة دخين توليوين ديش باز سيو بينزي كرا أدي كنت توافق لبيني أو دو حالة ذكري. قلت بأن المراد ب1000 من قاتل منهم بلى 3000 و5000 لسورة آل عمران باز كبرم ليرة باز ل1000 دكا دلي والله أعلم لو 3000 ولو 5000 بفعلي 1000 ملائكة قتال كي كرد
أو الوجوه منهم يعني وتا لو بينز هزاري هزاريا وجوه بن يعني ناودار بن لنا ملائكة كان الذين من سواهم أتباع لهم هزاريا وكو قيادة وقادبون أو عندي كش تابعي وانبون ابن القيم لزاد المعاد ضل كاتك باز لغزوة بدر ذكا فإن قيل ها هنا ذكر أنه أمدهم ب1000 وفي سورة آل عمران خواهي يقول باز ل3000 ملائكة دكاتا 3000 باشان يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة كو التوفيق لبين ودو حال تبكين قيل اختلف في هذا الإمداد الذي ب3000 والذي ب5 على قولين عندها خلاف لبين علماء هي لبين أويك ولا آل عمران باز كرا أو 3000 5000 بدو قول هات أنه كان يوم أحد عندك العلماء دلين أو 3000 5000 أو باز لأحد دكا وكان إمدادا معلقا على شرط أو إمدادش كوا 3000 5000 خواهي يقول بمرز داينابو فلما فات شرطه فاتت الإمداد كاتك شرط كان لنا هاتزي خواهي يقولش لوين ناردن كواش قول الضحاك ومقاتلة ويقل روايات كان كلا عكرمة دجيرنا قولي دوم قال أنه كان يوم بدر لا أيش روجي بدر بوا وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة قول أوانه والروايات الأخرى عن أكرمة رواية دوم مش لأكرمة وهلها كوملق مفسرين أو قولان هالرجال كواش روجي بدر وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك حجة شانوي كوا سياق كان باس لباسي بدر فإنه سبحانه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لمن دلواده فرمي خواهي قورا لروجي بدر أنقوي بسرية خزل كاتي أنقو كم بون إتر أوزا خواهي قورا آت كان دفر باز دكا ب3 باشن باز ل 5000 كدكا قال هؤلاء فلما استغاثوا يعني أوها باز دكن كواتا أو هزارش كالسورة الأنفال باز كرا هر روجي بدر أو 5000 3000 هر روجي بدر أدي كو توفيق بكين هندك دين لروجي أحده نا هندك دين زور بش دين لروجي بدر أدي كل بين أو 1000 أو 5000 ضل لما استغاثوا يكم زار كداوا يارمتيان لخواي يقول أمدهم ب1000 هزاري لونارد ثم أمدهم بتمام 3000 فعشان كردية 3000 ثم أمدهم بتمام 5000 فعشان كردية 5000 لما صبروا واتقوا كاتك والصبر ينقرتوا وكو الشرطي داينابو صبر ينقرتوا تقوى ينكر وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد يتر كان لدواي يكخوا يقول بيقدف عن نار بوشي ولا دواي يكتري نار أحسن موقعا وأقوى لتقويتهم كواتا أوها باش تربو زياتر كاريگري لسريان هبو كوالا دواي يك أو زي شدهات زياتر تقوية كذن وأصر لها من أن يأتي مرة واحدة وهروا لبوانج دل خوش تربكوا هروا إمداد لدواي يكتري دي 1000 هات بو 3 بو 5 وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد وكو وحيش بوشيوي بنويتي هردهاد لخلال 23 صال بيغمبرياتي يتر أو زي شش فعلا ب1000 دست بكر أو زابوا 3000 أو زابوا 5000 أو هاش ليك درايته وكواتا خلاصي كلام هنديك هر أصلا وآتا بآلاف دخينو بقراءة صحيحاتك بآلاف بخينو عيني موافقة لقل أو 3000 5000 كوالا سورة آل عمران باسكرا وبقراءة ب1000 من الملائكة ب1000 شاتي أو 1000 كواتا ليرد أدي كل أو 3000 5000 سورة آل عمران تيك دكاتوا وكو قلتمان كابن القيم دلي هندق المفسرين دلين أو 3000 5000 أو لا أحد بوا بمرز دينيري بلان كمرزيان لنا تزي هر نينار بلان زور بن مفسرين دينا أوش هلا بدر بوا أدي كو تيك دكاتوا دلي بتدريج هاتيه كم زار 1000 أو زدوا بوا 3 أو زبوا دوا 5000 والرأي كيد كز وكو باس ماكر لو 3000 و 5000 فعلا أو رأيش 1000 يعني قتالي فعليا كر أو عندك موجود بون بلام 1000 قتالي فعليا كر هنديش دلان أو 1000 قيادة بو أو عندكش تابع بون لبوي إيتر بوشوي خواي جور سبحانه وتعالى بحثي عندك برا زناردني أو ملائكتانا وما جعله الله إلا بشرى ناردني أو ملائكتان لبو مجددان بو بإيمان داران
ولتطمئن به قلوبكم تاوكو دلتان في آرام بقري بلام وما النصر إلا من عند الله بلام بزانن نصرة سركوتن نبعد دي خوتانا ونوب ملائكتانشا إلا من عند الله نصرة تنها لاي الله تعالى إن الله عزيز حكيم بيقمان الله تعالى عزيز وحكيم سبحانه وتعالى إذا وكلا تفسير قاسم وما جعله الله أي هذا الإمداد أو إمداد هاتني ملائكتانا لبوتسبو إلا بشرى إلا بشارة لكم بالنصر هاتني ملائكة كان مججينيب لويك ونصرتي جدي ولتطمئن به قلوبكم وكل تفسير وصيد دلي أي ولتسكن بهذا الإمداد قلوبكم بو باربشتي كردنتان بملائكة كان تاوكو دلتان آرام بقري ويزول عنكم الخوف تاوكو خوف لنا ودلتان نمني وترز نمني وتهاجموا أعداءكم بنفوس لا يداخلها الإحجام أو التردد يتركاتك وأخوائي يقول مجدي بيدان بهاتني ملائكة كان تاوكو دلتان آرام بقري وترسي تيدان نمني هجوم ببن لبو دجمنا كان تان بنفسيته بمعنوياتك هيس تردد تيدان نمني ولتطمئن به قلوبكم وكل تفسيري سعدي دلي أي وإلا فالنصر بيد الله وتهاتني ملائكة كان معناه ونية هاتني أن وتنصرنا نصر لاي الله تعالى لا بكثرة عدد ولا عدة نصر لاي الله نك بكثرة بجماري زور وياخذ بعدة سكوت فاقي زور أقرب ملائكة تجبي نا نصر إلا لا إخوالي لدوات الدفرمي وما النصر إلا من عند الله نصر لاي هيج كسيكو لهيد سرتاوي ناقري إلا لاي الله تعالى نبي أي من غير أن وكلا قاسم أي من غير أن يكون في شركة لغيره هيد كسيك نابت الشريك لو يكون نصر التام بدا نصر فقط لاي الله حتى بهاتني ملائكة تجني هاتني ملائكة فقط لبو دل نواي ودل خوشي ومجد بيدانو دلتان آرام بقري أقنا نصر لاي الله تعالى وكل وصيد دلي وما النصر إلا من عند الله أي ليس النصر بالملائكة أو غيرهم نصر نبى ملائكة ونبى غير أوانشا إلا كائنا من عند الله وحده نصر تنهى يكسر تساوي هيكل لا الله تعالى لأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء أو ذاته همشتيش خلق والقادر على كل شيء بتوانا رسل هموشتك وإن الوسائل مهما عظمت هو كاركان هرتسند قوربا والأسباب مهما كثرت هرتسند السبب وهو كاركان زوربن لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة والغاية المرجوة هو كارو أسباب هرتسند زور وقورو بهيزش بن ناد بابرو نتيجة وأنزام كي كوات تصاروين دكي إلا إذا أيدتها إرادة الله وقدرته ورعاته إلا أو أسبابنا مقر خوا تأيدي بك بإرادي خوي بقدرة ود صلاة خوي إن الله عزيز حكيم كاتب راستي أو خال زور قرنقة حتى نصرد متعلقني بملائكتش هاتني ملائكة فقط لبود النوايا لبو مجدي لبو إيمان دارة نصرد فقط لا الله إن الله عزيز حكيم توكل التفسير سعيد الله إن الله عزيز كعزيز سبحانه وتعالى لا يغالبه مغالب بهيج شيء هيج كسيق نبتوين غلبة لسر خواهي قولك سبحانه وتعالى بل هو القهار أو خواهيك وقهري همو كسيق دكا الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات مهما بلغوا أو خواهيك قهارة برام بركي لزيش كافر كان هرتسند زور بن هرتسند بتوانا بن زليل رسوان دكا حكيمة حيث قدر الأمور بأسبابها حكيمة خواهي قولك والتقدير اشتكان دكا بأسبابه كاركاني ووضع الأشياء مواضعها اشتكان لزيقاي خوي دادني وكل تفسيري وصيتي جدلي فالجملة الكريمة تذييل كاتكات إن الله عزيز حكيم فالجملة الكريمة تذييل قصد به التعليل لما قبله كواتا أو جملة إن الله عزيز حكيم ما بس أويك واكو علق لبو أو إلى بيش ترباس كرا
وفي إشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات حكمته البالغة سبحانه. كواتا إشارة بيدانا أو نصرتي كوا خواي قورة دينيري لبيداويستيكاني حكمتي خواي قورة كوا ديني خوي بسر بيخي. وكل تفسير قاسم جدل قال بعض الحكماء ذكر تعالى في هذه الآية حكمة إخبارهم بالنصر. كواتا خواي قورة سبحانه وتعالى لو آت بيروزدا حكمتي أوي باسكر كلو خواي قورة خبري نصرتي بيدابون وأنه يريد بشراهم وطمأنينتهم وتوكلهم عليه. خواي قورة ديوت المجدهم بيبدا خواي قورة ديوت ضليان آرام بقري خواي قورة ديوت أوان توكليان تنهال سر خوابي وهو أدعى إلى قوة العزيمة. كاتش كوا بوشي مجدان ورقرتو ضليان مطمئن بو توكليان سركر عزيمتيان بهيز دبي. فإن العامل إذا أيقن كاتكوا هركسك كار دكاد يقيني بوهاد أن معه قاهر الكون أو ذاتي لقلكوا قاهر الكون أو كوني همودتواني قهر بكا رفعته ذلك الفكرة وايلي دكايتر أو كسكاتك وكارك دكا ودزاني أو ذاتي لقلو تأيدي دكا قاهر الكون يتر برزي دكاتوا وجعلته أقوى الناس والي دكا بهيسترين خلق بي وأقدرهم على صعاب الأمور لهم كسيك بتوانا تربي بسر كاروبار هر زحمة كان يتر أو شيء عاملة بخوي كار دكا أو ذا هستيج دكا خواي قوري أرمتي ددا لا كما يظنه المنتكسون الجاهلون الكسالى نكوكو قمانك وكسانك جاهلون فامنوا طنبلا اليائسون من روح الله وانكوا بهوابوين لا روحي خواي قوري ولفراواني خواي قوري حيث جعلوا التوكل ذريعة إلى البطالة واتيجيش التوكل ويكواتو دابني شعاط الباطل أو ذا خواي قوري شلوبكا فباءوا بغضب على غضب إتر ما بس أويكوا إنسان بي كاتك توكل بك أو فريق قوتي خوشي بكار بيني أو ذا صارواني أوي بكوا خواي قوري نصرتي لوبنيري سبحانه وتعالى تربو شوي خواي قوري باز لأتكاني بدر دكا هاشتاش مايو زياتري شيلي بازكا بلام لبرتوابوني كات دوستين ببشتواني رب العالمين لواني دهاتو دينه وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.